مساء الخير على احلى واجمل متابعين في الدنيا. رب تكونوا بألف خير. النهارده جايه لكم كده بفيديو جديد وشقه جديده في الاسكان الاجتماعي. الشقه دي يا جماعه هتعجبكم جدا جدا. الشقه دي بتاع قناه اسمها فريده هانم. القناه دي جميله جدا جدا، بتقدم بقى فلوجات وتنظيمات بقى في المنزل وتفريزات وحاجات جميلة جدا جدا هتستفيدوا منها. لو حبيتوا بقى تشتركوا عندها، هي اسمها قناة فريدة هانم، هتلاقوها على اليوتيوب. قناة مشهورة جدا ومعروفة. انا حبيت كده اعرض لكم الشقة بتاعتها في منتهى الجمال والشياكة، وعاملة كده شوية ترتيبات وتوضيبات حلوة بأجواء. طبعا كانت عاملة يعني وقتها في أجواء رمضان وكده. هي عاملة كده حاجات كده لرمضان وأنوار وحاجات كده شكلها جميل. هي في دخلة الشقة زي ما شفتوا كده كانت حاطة ركنة شكلها جميل جدا، وحاطة كده شاشة تلفزيون ومكتبة كده أو ترابيزة بتاع التلفزيون زي ما انتوا شايفين. وحاطة في الاتجاه التاني حاطة كده انتريه أو صالون يعني، وعاملة برضو عليه فرش بأجواء رمضان، لان هي يا جماعه كانت مصوره الشقه بتاعتها في اجواء رمضان لما كان في شهر رمضان يعني وكده. فانا حبيت اديكم افكار من الشقه دي جميله جدا وفي منتهى الجمال والشياكه، وعامله ديكورات حلوه. هي طبعا مش حاطه سفره ولا نيش، هي حاطه كده ايه، عامله الريسبشن على جزئين. جزء فيه صالون كده عند البلكونه زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. عامله صالون كده شكله جميل ورقيق، وحاطه كده تابلوهات وحاجات جميله على الحيطه، وعامله جبسن بورد، وعامله حاجات جميله جدا في الريسبشن هتاخدوا منها افكار حلوه وهتستفيدوا. وعامله ستاره كده شكلها جميل جدا جدا في الجبسن بورد، فشكلها تحفة. وعاملة إضاءات برضو حلوة وسبوتات وليدات وحاجات شكلها جميل جدا جدا. هتستفيدوا بجد يا جماعة من فرش الشقة دي، هتفيدكم جدا زي ما انتوا شايفين. ديكورات جميلة وبسيطة وهادية وألوان فاتحة زي ما انتوا شايفين كده. عاملة حبة ديكورات بجد جميلة جدا جدا، هتستفيدوا بجد يا جماعة من الشقة دي. انا حبيت كده اديكوا افكار، ولو حابين تدخلوا عندها في القناة وتستفيدوا بقى من الحاجات اللي هي بتعملها او بتقدمها، سواء بقى فلوجات او روتينات في المنزل او تفريزات او اي حاجة، تستفيدوا جدا من القناة دي يا جماعة. وشجعوها كده وادخلوا عندها. ده كده الريسبشن يا جماعة زي ما قلت لكم. هي حاطة كده ركنة في دخلة الباب شكلها جميل جدا، وعاملة ديكورات بجد حلوة، وحاطة زرع وخضر حاجات كده شكلها جميل ورقيقة وهادية. وعاملة كده جبسن بورد في السقف وفي ليدات شكله جميل جدا، وعاملة ديكورات حلوة. انا حاولت بديكوا كده افكار من فرش شقق الاسكان الاجتماعي زي ما انتوا شايفين، وبحاول اجيب لكم الشقق اللي هي هتستفيدوا منها، سواء من التوضيب او الفرش او التنظيم او الديكورات او المساحات بتاعه الشقق زي ما انتوا عارفين. علشان في ناس بتبقى واخدة الشقة بتاعتها مش عارفة المساحة، حجم الاوض، الريسبشن، الغرف، البلكونات، الحاجات دي. فبحاول على قد ما اقدر والله يا جماعة ان اجيب لكم كل حاجة بالتفصيل عشان تستفيدوا منها. لو انت بقى عروسة وبتفرشي بقى في شقتك هتستفيدي، او انت هتنقلي في شقتك في الاسكان الاجتماعي وكده يعني ومستلمة شقة، هتستفيدي برضو تطلعي بأفكار حلوة من الفيديو، سواء فكرة أو فكرتين من الفيديو هتستفيدوا منها. أنا بحاول على قد ما أقدر إن أنا أفيدكم يا جماعة، عشان في ناس كتيرة. أنا واحدة من الناس كنت بدخل أدور الشقة عاملة إزاي، المساحات هفرشها إزاي، هنسقها إزاي، بس كان لسه ما فيش قنوات بقى زي دلوقتي إن هي إيه بتعرض شوية الإسكان بتاعتها أو كده. لكن حاليا في قنوات كتيرة بتعرض شقق الإسكان، وأنا من ضمن يعني القنوات وكده. فأنا بحاول على قد ما أقدر إن أنا أفيدكم بشقق الإسكان الاجتماعي وتستفيدوا منها يا جماعة بجد. يعني قناة من أجمل القنوات اللي هتستفيدوا منها في حاجات كتيرة. لو حابين يعني تدخلوا عندها، عاملة بقى ديكورات بسيطة وحاجات كده حلوة. ده الريسبشن كده من وجهة تانية، هي بتورينا كده الريسبشن على بعضه. فهي فرشة بطريقة منسقة ومنظمة، وعاملة كده ألوان بسيطة وجميلة وهادية.
بجد يا جماعة هتستفيدوا جدا جدا من الشقة دي. وعاملة ديكورات كده بسيطة ورقيقة مش مكلفة. كل واحد بقى يا جماعة بيعمل حسب ذوقه وحسب إمكانياته. هنا البلكونة عاملاها برضو بأجواء رمضان، حاطة كده كرسيين وترابيزة في النص، وحاطة كده نجيلة صناعي، وعاملة أنوار وإضاءات جميلة زي ما انتوا شايفين كده، ومعلية سور البلكونة. فهي منظمة بطريقة حلوة، طريقة منسقة ومنظمة زي ما انتوا شايفين، وهتستفيدوا جدا يا جماعة منها، ومن طريقة فرشها للشقق الإسكان الاجتماعي زي ما انتوا شايفين كده، شكلها جميل جدا. بعد كده يا جماعة هندخل على المطبخ. فرشة بطريقة جميلة جدا، وعاملة ألوان برضو هادية وحاجات كده منظمة ومنسقة زي ما انتوا شايفين، وذوقها جميل جدا. هي هنا بتورينا كده الديكورات اللي هي عاملاها على الرخامة. طبعا دي خيامية، هي عاملة بقى ديكورات كده حلوة في المطبخ. دي بأجواء رمضان يا جماعة، هي كانت مصورة الشقة بتاعتها في وقت رمضان، فبتورينا كده الديكورات اللي هي عاملاها والحاجات اللي هي فرشاها في المطبخ زي ما انتوا شايفين كده، منظمة ومنسقة بطريقة حلوة. وعاملة بوتاجاز بلتي ان اللي هو بيبقى في الرخامة، مش البوتاجاز العادي زي ما انتوا شايفين كده. وعاملة اللي هو الرخام الحجري اللي بيتحط على الحيطة طبعا وعاملة ديكورات حلوة عشان ما تكسرش بقى في السيراميك والكلام ده كله. فمنظمة المطبخ بطريقة حلوة وشيك زي ما انتوا شايفين كده. دي بقى الحاجات بتاعتها، هي رصاها كده بطريقة حلوة على الرخامة والاير فراير والكاتل بقى والحاجات دي. وعاملة كده حوض بالرخامة زي ما انتوا شايفين، منسقة كده ومنظمة المطبخ بطريقة حلوة. وعاملة ألوان فاتحة، عاملة تقريبا اللون اللي هو زي الأوف وايت كده الأبيض زي ما انتوا شايفين. فعاملة كده حاجات جميلة وديكورات رقيقة وبسيطة. وعاملة شفاط اللي هو فوق البوتاجاز زي ما انتوا شايفين. عاملة كده الشفاط اللي هو البلتي ان اللي هو فوق البوتاجاز زي ما انتوا شايفين كده. هي عاملة ديكورات حلوة وبسيطة وجميلة جدا. وعاملة الرخام اللي هو الاسود الجالاكسي زي ما انتوا شايفين كده. فهي منظمة الشقة بطريقة حلوة ومنسقة المطبخ، واخد معاها كل حاجة. وحاطة كده فرن تحت البوتاجاز البلتي ان، حاطة الفرن كده. وهي تقريبا فاتحة البلكونة على المطبخ زي ما انتوا شايفين، لان النموذج ده من الشقق بيبقى المطبخ صغير والحمام بيبقوا صغيرين. فهي فاتحة كده البلكونة على المطبخ، وزي ما انتوا شايفين منظمة بطريقة حلوة. وعاملة كده مكان للميكروويف في المطبخ، فمنظمة بطريقة شيك وطريقة جميلة جدا زي ما انتوا شايفين. وعاملة كده للتات، شكلها برضو جميل جدا جدا. بس هي بقى مش حاطة التلاجة في المطبخ، قالت ان المطبخ ما خدش معاها التلاجة. انتوا عارفين طبعا هي حابة تستغل بقى بوحدات، علشان الشقق دي يا جماعة بتبقى المطبخ بتاعها صغير والتويلت والغرف. فهي حبت بقى تستغل ان هي تزود يعني وحدات في المطبخ وكده زي ما انتوا شايفين. وعاملة بطريقة منسقة ومنظمة وبطريقة حلوة جدا. وعاملة كده زي نيش صغير كده ضلفتين فوق في المطبخ، فشكله جميل جدا. وحاطة كده في الطرقة زي جسامة كده وعليها ديكورات حلوة، وحاطة فوقيها كده زي ديكورات كده بأجواء رمضان برضو زي ما انتوا شايفين. بجد يا جماعة هتستفيدوا جدا من الشقة دي ومن القناة، بتقدم حاجات حلوة وهتستفيدوا منها. لو عايزين يعني تدخلوا على القناة عندها، متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس للكل، عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. ده كده المطبخ يا جماعة من وجهة تانية. هي عاملة فيه وحدات كده كتيرة، وعاملاه على لاين واحد مش على طولين، يعني ايه مش مضيقة عندها المطبخ. هي عاملاه كده ايه في اتجاه واحد، عشان طبعا بتبقى المساحة دي من المطابخ اصغر من النموذج الاولاني اللي احنا فيه. فهي عاملاه كده على اتجاه واحد علشان
تبقى المساحة عندها كده كبيرة وواسعة زي ما انتوا شايفين. لكن لو كانت عملته على الاتجاهين كان هيضيق معاها المطبخ جدا، لكن هي عاملاه على اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين كده. هي بتدينا افكار من فرش الشقة بتاعتها. دي غرفة اطفال، هي حاطة فيها كده التلاجة، ودي غرفة بنوتة وحاطة فيها سرير ودولاب، واخدة معاها كده ايه المساحة كويسة، وعندها برضو مساحة للحركة كويسة جدا جدا. دي غرفة كده بنوتتها، عاملة كده اجواء حلوة وعاملة ديكورات برضو حلوة زي ما انتوا شايفين. انا مجرد كده بديكوا افكار لفرش شقق الاسكان الاجتماعي. هي عاملة كده ديكورات حلوة، وحاطة كده كومود زي تسريحة كده بمراية، وعاملة ديكورات حلوة في الغرفة وشكلها جميل جدا، والوان مبهجة كده وفاتحة. بجد يا جماعة انا بتبسط من الناس اللي هي بتعمل كده الوان مبهجة والوان فاتحة، بتديكي كده ايه ايحاء بالوسع في المكان، غير لما تعملي دهانات كده غامقة او حاجات غامقة بتحسسك بضيق في المكان. لكن كل ما فتحتي بقى في الالوان وفي الديكورات اللي انت عاملاها بتحسي ان المساحة عندك واسعة وجميلة. دي كده اول غرفة، دي غرفة كده بنوتة شكلها جميل جدا. هي عاملة اللون الابيض في لون كده زي الروز، شكله جميل جدا وحلو قوي، والمساحة عندها كويسة وعندها مساحة للحركة. وحاطة التلاجة عشان هي بتقول ان هي ما قضتش معاها طبعا في المطبخ، علشان ان هي عملت وحدات زيادة يعني في المطبخ وكده، بحيث ان هي مش عاملة نيش في الريسبشن وكده، فحبت ان هي تزود وحدات في المطبخ عشان يقضي معاها الحاجات بتاعتها اللي هي بتحطها يعني بتستخدمها في المطبخ وكده زي ما انتوا شايفين. هي عاملة بقى ديكورات بأجواء رمضان شكلها جميل جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. هي بتحاول تفرجنا على الغرفة من وجهة تانية زي ما انتوا شايفين كده، وعاملة ديكورات بسيطة وجميلة وألوان كده مبهجة ومفرحة زي ما انتوا شايفين. بعد كده دي غرفة النوم، دي الغرفة الرئيسية. هي عاملة مساحتها على قد غرفة النوم، وعاملاها كده بألوان برضو فاتحة، اللون الأبيض الفاتح، والسرير لونه رمادي. فهي عاملة الغرفة حاطة فيها ديكورات كده جميلة وبسيطة، وعاملة الغرفة بطريقة حلوة ومنسقاها على قد المكان علشان ما تاخدش معاها مساحة في الغرفة، وعاملة فيها كده إضاءات شكلها جميل، ونجفة كده في النص شكلها جميل جدا جدا. وعاملة ديكورات بسيطة بجد من الشقق الجميلة المريحة الهادية اللي هي منسقاها ومنظماها بطريقة حلوة جدا جدا زي ما انتوا شايفين. وما عندهاش كده زحمة في الموبيليا او في العفش بتاعها. هي عاملة العفش على قد كده المكان وقد مساحة الغرف زي ما قلت لكم. لو عايزين برضه تشوفوا المساحات مظبوطة ارجعوا للفيديو اللي انا نزلته امبارح، هتلاقوا المساحات بالمظبوط وبالمقاسات المظبوطة، عشان لو انت حابة بقى تعرفي المقاسات بالظبط بتاعت الغرف بتاعت الشقة او التويلت او المطبخ. بس المساحات اللي انا نزلتها بتاعت النموذج الاولاني من الشقق، وهحاول برضو انزل لكم المساحات بتاعت الشقق اللي هي في النموذج ده ان شاء الله بالمقاسات باذن ربنا. هنا كده بديكوا افكار يا جماعة، لو انتوا بقى واخدين في النموذج ده هتقدروا تاخدوا افكار. ناس كتيرة كانت طلبت مني النموذج ده وانا بقدمه لهم. وبشكر كل متابعيني على التعليقات الإيجابية. بعد كده دي الغرفة التانية بتاعت الأولاد، هي برضو فرشها بطريقة حلوة وحاطة فيها سرير وكومود ودولاب، وعاملة فيها ديكورات برضو حلوة زي ما انتوا شايفين كده، وحاجات بسيطة وجميلة وألوان برضو فاتحة. هي بتحب الألوان الفواتح لأن كل الديكورات والعفش اللي عندها باللون الأبيض. طبعا دي بتبقى أذواق يا جماعة وألوان على حسب كل واحد بيحب يفرش الألوان اللي بيحبها أو الذوق اللي هو بيحبه. وحاطة كده شاشة شكلها جميل كده على مكتبة صغيرة، ودي برضو بأجواء رمضان، وعاملة كده وحدات ديكورية فوق الشاشة شكلها برضو جميل وحلوة زي ما انتوا شايفين كده. هي بتحاول يعني ان هي ايه تورينا الديكورات اللي هي عاملاها
عشان تستفيدوا منها. زي ما انتوا شايفين كده، وعاملة برضو ألوان فاتحة وجميلة وهادية. هي عاملة كده ديكورات وتابلوهات بأجواء رمضان، وعاملة كده وحدات أرفف ديكورية شكلها جميل فوق الشاشة زي ما انتوا شايفين كده، وعاملة حاجات بجد مبهجة وألوان كده مفرحة وحلوة. هنا طبعا هم حاطين حديد على الشبابيك بتاعتهم، تأمين يعني للشقق وكده بتاعة الإسكان الاجتماعي. في ناس بتبقى مثلا واخدة في الدور الأخير بتحب برضو إن هي تأمن الشقق بتاعتها، وفي ناس بتبقى بقى في الأرضي، فكده كده بيبقى في تأمين في الأرضي. لو انت بقى واخدة في دور أرضي وبتستلمي شقتك، هتستلميها بقى بالحديد بتاع الشبابيك والبلكونات وكده، هتبقى متأمنة تأمين كويس جدا عشان السرقات والحاجات دي يا جماعة زي ما انتوا شايفين. هنا طبعا هي بتورينا يعني ايه الفرق، يعني ايه بأجواء بقى رمضان وكده في الغرفة، وهي عاملة غرفة جميلة وهادية ومرتبة وبسيطة زي ما انتوا شايفين كده، وعاملة ديكورات حلوة جدا جدا. يا رب يا جماعة تستفيدوا من الشقة دي، هتطلعوا منها بأفكار حلوة. اللي واخد بقى في النموذج ده هيستفيد جدا من فرش الشقة دي يا جماعة. ألوانها هادية ومبهجة ومفرحة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا كل واحد بيعمل يا جماعة حسب ذوقه وحسب إمكانياته برضه والظروف المتاحة عنده. أنا مجرد بس بديكوا أفكار كده لفرش شقق الإسكان إن انتوا تستفيدوا منها. أنا عارفة إن أنا بقعد أتكلم كتير، بس بحب أديكوا أدق التفاصيل من فرش شقق الإسكان الاجتماعي، حتى لو تفصيلة صغيرة أو كده عشان تستفيدوا منها، بحيث ان اللي واخد في النموذج ده يستفيد بكل تفصيلة في الشقة. بحبكم جدا يا اجمل متابعين في الدنيا. باي باي.